السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي واخواتي، وحشتوني جدا. ركز معايا في الفيديو ده عشان خاطر فيه كلام كتير مهم هنتكلم فيه. اولهم ان كابتن حسام حسن بقى مدير فني لمنتخب مصر، ودي مفاجأة من العيار التقيل اللي ما كانش فيه اي حد من الجمهور المصري او جمهور منتخب مصر كان متوقعها. دي حاجة. تاني حاجة ان في صحيفة بريطانية BBC جايه بتقول لك ان امام عاشور مش بعيد ان هو يبقى موجود في الدوري الانجليزي، في احد الاندية في الدوري الانجليزي. دي تاني حاجة. تالت حاجة، موكوينا لاعب سان داونز ولاعب جنوب افريقيا، اللي لسه جنوب افريقيا لسه موجوده في كاس افريقيا في المربع الذهبي دلوقتي. بيتقال ان الاهلي تعاقد مع موكوينا. هل الكلام ده صحيح ولا مش صحيح؟ طبعا عايزك كل الحكايه انك انت تجهز المشروب بتاعك عشان خاطر تركز معايا في الكلام اللي انا هقوله. من ناحيه تانية، قبل ما ابتدي الفيديو ما تنساش انك انت تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ودلوقتي اقدر اقول لك بسم الله الرحمن الرحيم. هنسيب موضوع منتخب مصر للاخر، ماشي؟ تعال بقى نتكلم على قناه، على الصحيفه البريطانيه اللي جت تتكلم تقول لك ان امام عاشور ممكن يروح الدوري الانجليزي. صحيفه BBC البريطانيه طالعه بتقول لك ان هم لقوا في افريقيا في 6 لعيبه بس المفروض ان هم يبقوا موجودين في الدوري الانجليزي، بما فيهم من ال6 امام عاشور. تمام؟ حد يختلف عن امكانيات امام عاشور؟ حد يتوقع ان في انديه عالميه بتفكر في لاعب من مصر اصلا؟ يعني انت بتتكلم الدوري الانجليزي مفيش حد راح احترف فيها غير لعيبه قليله قليله على مدار تاريخ مصر. لو جيت عديتهم على الصوابع هتلاقيهم على قد صوابع ايد واحده كمان. تمام. تعالى بقى نتكلم. انا بتكلم ايه اللعيبه اللي طلعت من مصر على الدوري الانجليزي. خد بالك، في لعيبه كتير، واولهم محمد صلاح كانت بدايته مع بازل السويسري. تمام؟ ومن بازل السويسري راح فين؟ راح راح تشيلسي، ومن تشيلسي راح فيورنتينا، ومن فيورنتينا راح لروما، ومن روما راح لليفربول. انا بتكلم على 5 طلعوا من مصر على الدوري الانجليزي، يتعدوا على صوابع الايد. تمام؟ فهل فينا حد يختلف عن امكانيات امام عاشور؟ لا طبعا. حد فينا يختلف ان امام عاشور مستقبل منتخب مصر في الفتره اللي جايه؟ لا طبعا. بس هل اداره النادي الاهلي هتوافق على بيع امام عاشور؟ لا طبعا. بجيب لك سكه ودغري. احنا لسه جايبينه، لسه ما كملش معانا 4 شهور ولا 5 شهور. معقوله اداره النادي الاهلي هتفكر ان هي تبيعه دلوقتي؟ انا شايفها ان هي مستحيله، مش صعبه كمان، لا دي مستحيله. يعني لازم النادي الاهلي باللاعب اللي بيجيبه لازم يقعد معاه سنتين 3 4. ممكن يبيعه وممكن يجدد له، ماشيه بالطريقه دي مع اداره النادي الاهلي. انما اداره النادي الاهلي هتجيب لاعب قاعد معاه 4 شهور وفي الاخر تروح تبيعه؟ حتى لو كان المبلغ قد ايه، حتى لو المبلغ وصل ل 10 مليون مش هيتباع. هو الموضوع مقفول من ناحيه امام عاشور. دي اول حاجه اتكلمنا فيها. تعالى بقى نتكلم على موضوع مكوينا. لاعب حد يختلف عليه؟ لا طبعا. انا بصراحه هو عامل ابداع في افريقيا مع جنوب افريقيا دلوقتي، لدرجه ان هو من ضمن الاسباب اللي خلت جنوب افريقيا وصلت للمربع الذهبي، هو وحارس المرمى. تمام؟ انا بجيبها لك سكه ودغري، كلمتين ونص او كلمه ونص. بس هل اداره النادي الاهلي ممكن تعرف تتعاقد، او ان هي هتعرف تتم التعاقد مع مكوينا لاعب صن داونز؟ هو لاعب على ترانزفير ماركت عامل 2.2 الف يورو. تمام؟ ده على ترانزفير ماركت. هل اداره طبعا بقى ايه صن داونز لو هيطلب طبعا اكيد، يعني مش هيطلب على حسب ترانزفير ماركت، لازم بيطلب اعلى. يعني قول مثلا ممكن 5 مليون دولار او 5 مليون يورو. تمام؟ هل اداره النادي الاهلي عندها استعداد ان هي تدفع المبلغ ده؟ لا طبعا. لا طبعا، يعني هي كلمه ونص، عمرها ما هتحصل. ليه؟ عشان خاطر اداره النادي الاهلي ما بتدفعش المبالغ دي في لعيبه، معلش، جوه القاره، جوه قاره افريقيا كلها معروفه. يعني قاره افريقيا كلها اوضه وصاله، اللاعب ده بيساوي كذا، اللاعب ده بيساوي كده يعني. مفيش بس غير هي الطفره اللي حصلت مع احمد سيد زيزو
ومش فاهمينها ليه. يعني احنا انا بتكلم كواحد من جمهور الاهلي، انا مش مستوعب ان ترانسفير ماركت كتبت سعر احمد سيد زيزو ب 5 مليون دولار او 5 مليون يورو. بس معلش حصل. طيب اداره النادي الاهلي لو هتتعاقد مع مكوين هتتعاقد معاه ازاي؟ طبعا احنا كلنا عارفين ان مدرب صن داونز هيموت وياخد بيرستاو. هو عايز بيرستاو، تمام. فاحتماليه كبيره جدا جدا ان تدخل صفقه تبادليه ما بين بيرستاو وما بين مكوينة. وطبعا دي لو حصلت هتبقى حلو. ليه؟ انت عندك الجناح، احنا محتاجين اصلا كريستو يمسك جناح، يمسك جناح يمين. فتخيل انت بقى لما يبقى عندك مثلا طاهر محمد طاهر، وعندك كريستو محمد الضوي كريستو، وعندك مثلا احمد عبد القادر، عندك لو هنتكلم على الاجنحه كتير عند النادي الاهلي، بس بيرسي تاو هو ابرزهم. بيرسي تاو من الاخر هو ابرزهم. فهم عندهم عايزين الجناح، او هم عايزين بيرسي تاو بالاخص يبقى الخطيب، او كابتن محمود الخطيب يبقى فعلا عارف يرقص سان داونز لو دخل مكوينة مع بيرسي تاو. كلمة ونص. صح ولا انا غلطان؟ لو عندك حاجة تانية برضو عرفها لي عن طريق الكومنتات. وهو ده الحل الانسب في ظل انت عندك زحمة اصلا في الاجانب. يعني انت مشكلتك عندك زحمة في الاجانب اللي موجودة جوه صفوف النادي الاهلي. فتخيل انت بقى لما تزود عليهم لاعب هتبقى مصيبة، هتبقى كارثة. عندك اليو دانج، عندك علي معلول، عندك بيرسي تاو، عندك مين تاني؟ مين تاني؟ انت عندك عندك انتوني عندك موديست كمان. عندك اسمه ده القندوسي اللي انت مشيته ورحت وديته عند سيراميكا كليوباترا ومبدع في سيراميكا كليوباترا. عندك تحت السن 3 لعيبه، يعني انت الاماكن كلها محجوزه، تمام. فبالتالي انت محتاج ان عشان تجري الدم لازم تتنازل ولازم تاخد، عشان تاخد لازم تتنازل. بس نيجي بقى ايه على الموضوع الاهم. كابتن حسام حسن مدير فني لمنتخب مصر. الشعب المصري كله فرح بعد الخبر ده جدا، تمام. بس انا جيت هنا من يومين ولا ساعه ما اتكلمت وقلت ان كابتن محمد يوسف مسك مدرب عام، وان كابتن نبيل علاء مسك مدير فني. جيت قلت لك في تخبط جوه اتحاد الكوره. وطلع علينا امبارح سمعنا ان الاداره بتفكر ان هي تتعاقد، يعني اتحاد الكوره بيفكر ان هو يتعاقد مع مين؟ مع هيرفي رينار ومع كيروش. النائب احمد دياب من ناحيه بيكلم كيروش، وهو طلع كيروش قال ان انا ماشي موافق ان انا ادرب المنتخب، بس مش عايز اتعامل مع اي حد من الاتحاد الكوره. ادي حاجه. هيرفي رينار ادى موافقته ان هو نفسه ان هو يدرب منتخب مصر، هو حابب منتخب مصر من زمان. دي تاني حاجه. تعالى بقى ايه لكابتن حسام حسن. النهارده صحيت من الصبح اتقال ان كابتن حسام حسن من ضمن المرشحين بقوه لقياده منتخب مصر، او الاداره الفنيه لقياده منتخب مصر، الاداره الفنيه لمنتخب مصر. تمام تمام. من ناحيه تانية سمعنا ان اتحاد الكوره بيتفاوض مع بيتسو موسيماني. بيتسو موسيماني، خد بالك. انا عن نفسي شايف ان حد من الاتنين دول او حد من الاربعه هم كويسين. بس النهارده القرار اللي كان اغرب ان اتحاد الكوره بيتعاقد مع حسام حسن. هل التعاقد ده معمول كده بالنسبه للجمهور عشان يريح الراي العام وعشان يريح الجمهور وعشان مش عارف ايه، وهيبقى مع اول مشكله مع كابتن حسام حسن هيشيلوا لي؟ لا، ما هي ده انا شايفها ان هي كمان معمول لكابتن حسام حسن، انا مش شايف غير كده. هل ان اتحاد الكوره عشان خاطر يضرب عصفورين بحجر وراح جاي معين كابتن حسام حسن ان هو يريح الجمهور، ومن ناحيه تانية مع اي لخبطه مع السلامه يا كابتن حسام؟ ما هو كابتن حسام حسن مش هيسكت على حاجه من ناحيه اتحاد الكوره. اللي شايفه في صالح المنتخب او الفريق الاول للمنتخب هيعمله. هل بقى ده هيبقى الشوكه اللي موجوده في اتحاد الكوره واللي لحد وقتنا هذا او لحد قبل القرار تعيين كابتن حسام حسن ما كانوش عايزين يعينوه عشان هم حاسين ان هيبقى فيه شوكه موجوده في زورهم؟
مش هيخليهم لا يعرفوا ياكلوا ولا يبلعوا اي حاجه. هل هو ده الاختيار الانسب ولا انتوا شايفين ايه؟ انا عن نفسي انا شايف ان كابتن حسام حسن يمشي بالمبدأ اللي هو ماشي بيه. والله نفع ما نفعش، واتمنى من من جمهور منتخب مصر عموما يعني ان هو ما يتسرعش في الحكم على حسام حسن، لانه هيجرب لعيبه وهيشوف هنا وهيشوف هنا. احنا داخلين على تصفيات كاس عالم، فبالتالي انت محتاج لعيبه انت محتاج مدرب يكون عارف بطن الدوري المصري، سواء كان لعيبه محليه زي كيروش كده، سواء كانت لعيبه محليه او لعيبه عالميه. بس اللي انا متوقعه وواثق منه ان كابتن حسام حسن لو هيكمل في الاداره الفنيه مع منتخب مصر، محمد صلاح مش هيبقى ليه دور، او لو هيبقى ليه دور هيبقى ليه دور معين، وبعد كده ما قدمش اللي مطلوب منه مع منتخب مصر. طبعا كابتن حسام حسن مش هيكمل، يعني مش هيكمل، مش هيخلي محمد صلاح يكمل، وممكن بعدها كابتن حسام حسن اصلا ما يكملش مع منتخب مصر. انا بجيب لك الموضوع بتاع كابتن حسام حسن من كل النواحي، لان انا عارف ان القرار ده تقريبا هم خدوه عشان حاجه معينه، مش عشان خاطر اقتناع بكابتن حسام حسن، لا ده لحاجه معينه بس، ويريحوا مخهم لسنين قدام. عشان لو اللي في مخهم مشي، انا بتكلم كوجهه نظري مش بتكلم كوجهه نظر حد، ان هم دلوقتي عينوا كابتن حسام حسن عشان خاطر يريح، مع اول غلطه هيعملها هيمشوه ويكونوا ريحوا مخهم لسنين قدام. بس انا كده وصلت طبعا لنهايه الفيديو، وطبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تقول لي رايك في الكومنتات، ولو انت بتتابعني من عن طريق اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بتاعي، ويا ريت انك انت ما تنساش تدعمني بلايك، ولو انت بتتابعني من عن طريق الفيسبوك ما تنساش تعمل فولو او متابعه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بتاعي، ويا ريت انك انت ما تنساش تعمل شير للفيديو عشان خاطر الفيديو يوصل لاكبر عدد من الجماهير الاهلاويه. ودلوقتي اقدر اقول لك سلام.